مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض مثل ما انتم شايفين الفول بطريقة جدا بسيطة وسهلة ما بتاخد منكم اي وقت. بالبداية انا عندي هذا تقريبا فول نص كيلو، بعد السلق صاير نص كيلو، فرح نحط عليه انا هلا معلقة من الكمون، معلقة اكل ممسوحة يعني، ورح احط عليه معلقة صغيرة من الملح. الملح هذا انتو حسب الرغبة، انا كمان ضايفة ملح للثوم لما هرسته، فبتدوقوا بتشوفوا الملح اللي بدكن اياه انتو. رح اخذ الغراض على جنب لحتى اشتغل بالثوم. هذا الثوم المهروس تقريبا صاير هيك معلقة صغيرة. هي ليمونة انا عصرتها، رح اخذ تقريبا نصها بس. حط الثوم فيها واخلطه هيك شوي مع بعض لحتى يعني يفك معي الثوم، ما يضل هيك يعني قطعة واحدة. هلا بدي اخذه لحتى اضيفه عليه. هلا انتو بعد ما ضفتوا دول لما تكونوا تخلطوه فيكن تنسفوه هيك يعني مشان ما تهرسوا حبة الفول معاكن. او انا مثلا عندي انا هي المعلقة جدا طرية هيك، فممكن خلطها فيه، او ممكن مثل ما قلت تنسفوه يعني بصير انه احسن. فرح اسكبه انا هلا بالصحن اللي عندي. هلا بهالمرحلة انتو بتدوقوا بتشوفوا اذا بده ملح او حمض، بتدوقوا بتشوفوا. بعد ما دقته هيك طعم يعني طعمته ظابطة كتير، فرح زينه. بتزينوه بالطريقة اللي بدكن اياه. انا رح زينه بالبندورة والبقدونس، فرح اضيف البندورة عندي بهالشكل بالنص، ورح حط البقدونس على جناب. شايفين كيف سهل وسريع، ما اخذ منا اي وقت، والمكونات جدا بسيطة، يعني على الفطور هيك سريع ما بياخد منكن شغل كتير، والطعمة جدا جدا طيبة. طبعا زيت الزيتون ما بننساه، زيت الزيتون بيعطيه للفول طعمة جدا جدا طيبة. رح اخذ القمة لحتى تشوفوه. شايفين ما احلى، طعمته جدا جدا طيبة وسهل وسريع ما بياخد منكم وقت. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك، بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.